في عشية يوم 21 من أبريل سنة 1802 من السنة الميلادية الموافق 1216 في التاريخ الهجري، كان يوما يحتفل به المسلمون من الطائفة الشيعية بعيد الغدير الأغر. غارت قوات الدولة السعودية على كربلاء المقدسة في حكم عبد العزيز بن محمد آل سعود ببالغ من البشاعة والقسوة والفظاعة، آثارت مشاعر السخط والغضب لدى المسلمين وغير المسلمين على حد سواء، فوصفتها المصادر الغربية بالغارة الوحشية التي عادة ما يستخدمها الوهابيون في غزواتهم. وقد أجمعت المصادر على هول تلك الفاجعة حتى سميت بحادثة الطف الثانية. حصل ذلك بعد انتصار السعوديين على الحامية العثمانية لمحافظة كربلاء، وقد تجاوز عدد القتلى من 2000 إلى 3000 شخص من العثمانيين، وفر الآخرون إلى بلدة الهندية. استولت الجموع الوهابية على مرقد الإمام الحسين عليه السلام، وهدموا قبة الضريح المقدسة، ونهبوا النفائس والمجوهرات الثمينة والسجاد الفاخر والمعلقات الثمينة والشمعدانات وقلع الأبواب المرصعة بالأحجار الكريمة. استمر الهجوم ل8 ساعات، شارك فيه 25,000 فارس وهابي اجتاحوا كربلاء بخيولهم، وتسببوا بإبادة مدنية لأهالي المدينة، ونقلوا ما نهبوا على أكثر من 4000 جمل، وتجاوز أعداد الشهداء من المدنيين الآلاف. سعى الوهابيون إلى تصفية علماء الشيعة في تلك الحادثة، فكان من بين العلماء المستشهدين في ذلك اليوم العالم السيد عبد الصمد الحسيني الهمداني الحائري، ومجموعة من الرموز الدينية البارزة.